السلام عليكم الاخوان. اليوم عندنا واحد القضيه اللي هذه 7 سنين وحنا كنتسناو الحكم والقرار ديال المحكمه الفرنسيه فيها، وهي القضيه ديال الفنان سعد المجرد اللي كلنا كنعرفوه، والتهمه اللي توجهت ليه بالاعتداء على واحد الشابه فرنسيه. اولا سعد المجرد كلنا كنعرفوه، وهو واحد الفنان مغربي وعربي وصل العالميه اللي عنده حاليا 37 سنه، واللي هو حاليا متزوج بواحد السيده اللي الاسم ديالها غيتا العلاكي، وهي سيده اعمال مراكشيه. وكيف ما كنعرفوا بان سعد المجرد عنده واحد الاغاني اللي محققه ارقام خياليه ونسب مشاهده اللي كبيره ديال بصح، كنهضروا على الملايير ديال المشاهدات، خصوصا الاغنيه ديالو ديال المعلم اللي وصلت له اكثر من مليار مشاهده، واللي دخل بها الموسوعه غينيس للارقام القياسيه، بحيث ان هذه الاغنيه كانت حصدت اكثر من 20 مليون مشاهده فقط بعد اسبوعين من النشر ديالها. يعني ارقام خياليه ديال بصح كيحقق هذا السيد. اما بالنسبه للشابه الفرنسيه اللي اتهموه بالاعتداء عليها وبانها اغتصبها وضربها وما خلى ما دار ليها، الاسم ديالها لورا بريل، وكتبلغ من العمر حاليا 23 سنه، وكتخدم كعارضه ازياء للملابس الداخليه النسائيه. وهذا العمر اللي قلت لكم هو اللي عندهم دابا، يعني حاليا سعد المجرد عنده 37 سنه ولورا عندها 23 سنه. اما الجريمه وقعت في 2016، يعني من 2016 والناس كيتسناو باش غادي تسالي هذه القضيه ديال سعد المجرد، ومن بعد 7 ديال السنوات هاد وصلت الجلسه الاخيره اللي تم الحكم فيها عليه. فشنو وقع في هذه القضيه هذه، وشنو كيقول كل من سعد ولورا في هذا الشيء هذا، وواش بصح سعد دار هذه الجريمه هذه واغتصب وضرب لورا، اولا هذا الشيء غير كذوب. والنقطه الاهم، واش بصح سعد المجرد تحكم عليه ب6 ديال السنوات سجنا. هذا الشيء اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو هذا، غادي نشرحوا هذه القصه هذه وغادي نعاودوا كل شيء شنو وقع من البدايه حتى للنهايه بالتفاصيل. يلا قبل ما نبداو ندخلوا في التفاصيل، خليو معكم واحد لايك كيف العاده، ومن اللي مازال ما مشاركش يشترك في القناه، وخليو واحد كومونتير كتبوا فيه شي حاجه زوينه، وشدوا شي بليصه زوينه، وجلسوا باش تسمعوا شنو وقع في القضيه ديال سعد المجرد. بدات هذه الازمه هذه ديال سعد المجرد في اكتوبر سنه 2016، بحيث ان سعد المجرد كان في واحد الحفله فرنسيه بالعاصمه باريس، بالضبط في 25 اكتوبر، وكانت ديك الشابه لورا حتى هي متواجده في نفس الحفله. وفي ديك الحفله هذيك تعرفات لورا على سعد المجرد، دوزوا ديك الليله بجوج بيهم، ضحكوا نشطوا هضروا في ديك الحفله. من بعد مشاو تعشاو في واحد المطعم الاسم ديالو مطعم ماتينيون، يعني ديك الليله كامله دوزوها بجوج، كلاو شربوا سكروا حتى ضاخوا بجوج بيهم. وكما جاء على اللسان ديال لورا بانها ملي تعشات مع سعد المجرد في ديك المطعم توجهوا بجوج بيهم للفندق اللي جالس فيه سعد، كما انها اعترفت بانها مشات بخاطرها، يعني ما كانش شي تهديد من سعد او لا شي حاجه، يعني مشى هو وياها للفندق اللي هو مقيم فيه، يعني بخاطرها ومشاو بجوج بيهم عادي. واضافت بانها مشات باش تكمل السهره ديالها هي وياه في ديك الفندق. وملي وصلوا للفندق بالضبط في الليله ديال 26 اكتوبر، طلعت هي وسعد المجرد للغرفه اللي هو فيها، ودخلوا بجوج بيهم للداخل، وبقاو مدوزين الليل كامل بجوج بيهم سهرانين حتى ل 11 ديال الصباح. في هاد الوقيته كيتفاجئوا العاملين في ديك الفندق بواحد البنت خارجه كتجري بحوايجها مقطعين، وخارجه كتجري وكتغوت، وكتقول للناس اللي كاينين في ديك الفندق والناس اللي خدامين، كتقول لهم عاونوني. وكما جاء على لسان احد الموظفين في ديك الفندق بان شاف لورا خارجه كتجري وحوايجها مقطعين، ومشات عندهم كتقول لهم عاونوني، وقال بانه شاف شي شخص خارج كيجري موراها وتابعها، وكيقول بان داك الشخص هو سعد المجرد. وملي جات الشرطه وداتهم باش تحقق معاهم وتعرف شنو واقع بالضبط، سولت كل من سعد ولورا على شنو وقع. فاولا قالت لورا بانها مشات مع سعد للفندق اللي هو جالس فيه بالاراده ديالها، وكانت غاديه بنيه انها تسهر هي وياه. يعني في الاول كانوا تعرفوا على بعضياتهم كيف ما قلت لهم في ديك الحفل، وقالت بانها مشات تكمل السهره هي وياه في الفندق اللي هو فيه. وقالت بانهم كانوا جالسين في الاول عادي في ديك البيت اللي كاين في الفندق اللي هو فيه. قالت بان شويه سعد ولا كيتصرف بشي طريقه اللي غريبه، قال لك وضربها على راسها وبغى يتعدى عليها.
واضافت بانها بقات كتغوت وكتحاول تدافع على راسها حتى تمكنات من انها تعضو من اسفل الظهر ديالو ودفعاته وضرباته وخرجت كتجري من الغرفه. اما بالنسبه لسعد فقال بان هذه الهضره هذه ما كايناش نهائيا. اولا قال بانها هي مشات معاه يعني بخاطرها، وتا هي ما نكراتش هذا الشيء، قالت بانها مشات معاه يعني ما كاين لا تهديد لا والو، هي بغات تمشي معاه بخاطرها. واضاف بانه ما كاين لا اعتداء لا حتى شي حاجه، بانهم دخلوا عادي وما كاين لا اغتصاب لا اعتداء لا حتى شي حاجه. قال بان لارا غير كتكذب عليه، ولكن للاسف كل من الشرطه او المحكمه حتى شي واحد ما تاق في الهضره اللي قال سعد، خصوصا ان سعد متهم من قبل بجوج ديال القضايا او ثلاثه ديال القضايا مشابهه لهذه القضيه هذه، يعني فايت متهم من قبل بقضايا متعلقه بالاغتصاب والاعتداء. ومن هذه القضايا هذه واحد القضيه في 2010 بحيث ان كان توجه له واحد الاتهام بضرب واغتصاب واحد السيده في الولايات المتحده الامريكيه وبالضبط في نيويورك. وثانيا وهي هذه القضيه هذه اللي كنهضروا عليها حنايا اللي وقعت في 2016. وثالث اتهام توجه لسعد المجرد وهو في 2015 وهو تهمه اغتصاب واحد السيده في الشاطئ في مدينه الدار البيضاء. بالاضافه لقضيه واحده اخرى عاوتاني اللي كان تهم فيها سنه 2018 بالاعتداء على واحد السيده فرنسيه. وهذه القضيه هذه ديال 2018 وقعات وهو مازال ما تم الحكم عليه في القضيه ديال 2016، يعني بحال دخلت له قضيه في وسط قضيه، يعني داك الشيء ولا عندهم مخربق. فملي سمعوا الاقوال ديال كل من سعد المجرد ولورا ما تاقوش بسعد المجرد، وكان كيواجه واحد العقوبه قد توصل حتى ل 20 سنه سجنا. فالمحكمه ديك الساعه ما حكمتش عليه حكم نهائي، فدخلوه للسجن حتى يتم الحكم عليه من بعد. وقضى سعد المجرد تقريبا اكثر من 7 اشهر وهو في السجن. وفي ابريل سنه 2016 ومن بعد مجموعه من المحاولات ديال المحاميين تمكنوا من انهم يخرجوا سعد المجرد من السجن، ولكن بشروط، حيث القضيه مازال ما سالاتش ومازال ما تمش الحكم فيها بشكل نهائي. اول شرط وهو كان خصو يلبس واحد السوار الكتروني على الرجل ديالو اللي به الشرطه كتعقب التحركات ديالو وفين كيمشي وفين كيجي. وثاني شرط وهو منعه من مغادره الاراضي الفرنسيه حتى ينتهي الحكم ديالو. بالاضافه لانهم داروا له واحد الشرط اللي هو خصو يبقى يدخل المنزل ديالو قبل حلول الساعه 6 مساء. ومن بعد واحد المده المحامي ديال سعد المجرد اللي الاسم ديالو إيريك دوبون موريتي خرج وقال بان قد يقنع القضاء الفرنسي باش سعد المجرد يحيد ديك السوار الالكتروني اللي كان داير على رجله واللي كانوا كيتعقبوه به. وفي 7 مارس سنه 2018 سمحات السلطات الفرنسيه لسعد المجرد باش يخرج من فرنسا للمغرب، ولكن غير في واحد الفتره قصيره. وفي ديك الوقيته كان سعد المجرد خرج واحد الاغنيه تحت اسم غزالي، ولكن المشاكل ما بغاش تسالي. عاوتاني مره واحده اخرى في 26 اغسطس 2018 تم توقيف مره اخرى سعد المجرد من طرف شرطه سان تروبيه الفرنسيه بحكم انه متهم بالاعتداء على واحد الفتاه فرنسيه. وهاد السيده هذه اللي ما بغاتش تكشف على الهويه ديالها وتتهم بانه اعتدى عليها في واحد المنتجع اسمه منتجع سان تروبيه واللي كان كيقضي فيه هو العطله الصيفيه ديالو. يعني هو مازال واحد في القضيه ديالو ديال 2016 وخرجت له قضيه في 2018 عاوتاني وعلى نفس الشيء، يعني الاولى كانت على الاغتصاب والاعتداء، وحتى هذه القضيه هذه اللي تهم فيها عاوتاني في 2018 على الاغتصاب والاعتداء. يعني غير بحال هاد التهم هادو هما اللي كيجيوه، وبسبب هاد الشيء هادو وبسبب هاد التهم هادو هما اللي عقدوا القضيه ديال سعد المجرد بزاف وما خلاتش الشرطه انها تتعاطف معاه. وعاوتاني للاسف كيعاود يدخل سعد المجرد مره واحده اخرى للسجن، ودوز عاوتاني في السجن واحد 2.5 شهور وتم الاطلاق السراح ديالو من قبل قاضي التحقيقات. وبالضبط يوم الثلاثاء 29 غش 2018 من بعد ما دفعوا واحد الكفاله ماليه بقيمه 600 مليون سنتيم باش يخرج سعد المجرد من السجن عاوتاني، بالاضافه لانهم حطوه تحت المراقبه ومنعوه من مغادره الاراضي الفرنسيه نهائيا. وبتاريخ 30 اغسطس سنه 2018 فجاه المحامي ديال سعد المجرد كينسحب من الفرقه
ديال المحاماة اللي كانت كتحامي على سعد المجرد بدون اي اسباب نهائيا، خصوصا ان هذا المحامي هذا معروف بزاف وكيقولوا بانه عمرو خسر شي قضيه نهائيا. علاش خرج من القضيه ديال سعد المجرد وما بقاش باغي يحامي عليه؟ الله اعلم. وهنا سعد المجرد بقى معاه واحد المحامي واحد اللي الاسم ديالو جون مارك فيديد، وهذا المحامي هذا فرنسي الجنسيه. وبقات الامور على هذا الحال حتى 24 فبراير من هذا الشهر اللي حنا فيه ومن هذه السنه هذه اللي تحدد غادي يكون هو الموعد ديال اخر جلسه لسعد المجرد باش يتم الحكم في القضيه ديالو ديال 2016 اللي هي القضيه ديالو مع لورا. فجا سعد المجرد للمحكمه وجات معاه الزوجه ديالو اللي قلت لكم عليها، وكذلك جات لورا اللي هي اللي متهمه سعد المجرد بانه تعدى عليها. وغير دخلوا للمحكمه سولوهم واش عندكم ما تضيفوا في هذه القضيه. لورا مازال متمسكه بالهضره ديالها وكتقول بان سعد اغتصبها وتعدى عليها وما خلى ما دار فيها، وسعد حتى هو مازال متمسك بالهضره ديالو وكيقول بانه ما دار حتى شي حاجه وبانه مظلوم وبان هذا الشيء كامل غير كذوب وهو ما اغتصب ما ضرب ما دار حتى شي حاجه. ايوا وهنايا كيخرج القرار النهائي واللي هو للاسف تم الحكم على سعد المجرد لمده 6 ديال السنوات سجنا، وصراحه عقوبه اللي قاصحه ديال بصح. وكيف ما كتشوفوا قدامكم في هذه اللقطات اللي كيبان فيها سعد دخل المحكمه، الا شدينا سعد وعرضناه على شي واحد ما كيعرفوش وقلنا له بان هذا السيد راه اتهم بانه دار واعتدى على هذه في 2018 ولا هذه في 2010، فما غاديش يتشيق، حيت كيبان ماشي شخص اللي غادي يقد يدير هذا الشيء هذا. يعني الانسان كيغلط يقد يدير شي غلط، ولكن ما كنظنش انه يقد انه يوصل به الامر انه ينوض يضرب ويعتدي على الناس بهذه الطريقه هذه اللي كيتم الوصف ديالو بها. حيت صراحه شي حاجه اللي صعيبه اكثر من 7 ديال السنوات وانت غادي جاي ومن بلاصه لبلاصه وكتسنى الحكم النهائي، في الاخير كتفاجئ ب6 ديال السنوات كامله. رغم ان كل واحد شنو كيقول، كاين اللي كيقول بان غادي تسجن غير سنه وحده و5 ديال السنوات الاخرين غادي تسجنهم، ولكن غادي تسجنهم يعني خارج السجن، كل واحد او شنو كيقول. ولكن اللي مكتوب واللي باين هو انه غادي تحبس 6 ديال السنوات سجنا نافذا، يعني هذا الشيء اللي قالوه هما. وكما ان المحكمه عطاته واحد الفرصه ديال الاستئناف من لهنا ل10 ايام، يعني تقدر هذه الفرصه هذه تنقص له شويه من العقوبه، ولكن كتبقى العقوبه قاسيه. بصراحه بالنسبه لي انا الا يعني كان سعد المجرد بصح دار هذا الشيء هذا فيستاهل العقوبه ويستاهل حتى اكثر، ولكن اذا كان سعد المجرد ما دار حتى شي حاجه من هذا الشيء وتم الحكم عليه ظلما، فصراحه هذا الشيء غادي ياثر عليه بواحد الشكل اللي كبير ديال بصح، خصوصا انه حاليا مزوج وعنده مسؤوليات وشحال من حاجه، و6 ديال السنوات صعيبه. كاينين شي ناس خرجوا كيقولوا بان هذه غير مؤامره ضد سعد المجرد، بانه ما دار حتى شي حاجه وبان هذا الشيء كامل غير كذوب اللي كيوقع، وكل واحد وشنو كيقول. ولكن بالنسبه لنا حنا ما عندنا ما نقولوا، اللي غادي نقولوا هو الله اعلم. ولكن كيف ما قلت لكم الا كان بصح دار فيستاهل العقوبه، ولكن الا ما كانش بصح دار هذا الشيء فهذا الشيء غادي يكون في حقه واحد الظلم اللي كبير ديال بصح. وانتم في نظركم شنو كيبان لكم؟ واش سعد زعما يقد يدير بحال هذا الشيء هذا ويقد يكون دار زعما هاد التهم هادو كاملين اللي توجهوا ليه؟ ما تنساوش كل واحد يكتب لي في كومونتيرات الراي ديالو في هذا الشيء هذا. واش سعد يقد يكون بصح دار هذا الشيء هذا، او لا هذه غير مؤامره ضده، او لا هذا الشيء هذا كامل غير كذوب وهو ما دار حتى شي حاجه من هذا الشيء. المهم الفيديو ديالنا سالا ديال هذا النهار كنتمنى يكون عجبكم، غادي نتسناو التطورات ديال هذه القضيه ونشوفوا شنو غادي يوقع. المهم الا عجبكم الفيديو كيف ما قلت لكم ما تنساوش تخليو معكم واحد لايك، كومونتير زوين، وبارطاجيو الفيديو. اللي مازال ما مشتركش اشترك في القناه باش يبقاو يوصلوك الفيديوهات الجداد ان شاء الله، وانت تتفرج فيهم وتكون من الاوائل. كان معكم محمد الصغير، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.